في الخطأ خاصة بالنسبة لنادي تورينو. سيموني إنزاغي أداء متذبذب، نتائج متذبذبة، وكذلك مسار صعب عكس ما كان في الموسم الماضي. الصورة على الهداف تشيرو إيموبيلي الذي يبقى اليوم في دكة الاحتياط. لا ننسى بأن نادي لاتسيو لديه مباراة صعبة جدا، تنقل إلى الأراضي الروسية لمواجهة فريق الزينيت في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا، وبعد اللقاء المرتقب الكبير في السيري A أمام نادي يوفنتوس يوم 8 من شهر نوفمبر الحالي. مشاهدينا الكرام، لأنه لقاءات صعبة بالمناسبة تنتظر نادي لاتسيو، ولكن انطلاقا من محمد فارس، هذا محمد فارس اللاعب الجزائري. أما بالنسبة لتشيرو إيموبيلي، وبالتالي العين على فيردي مع أتلانتا بيرغامو، بينما الأمور تمرر هنا في منتصف الميدان. الاستلام بهذه الطريقة هنا على الجهة اليسرى، مرفوع الكرة وبيبي رينا إلى الدورة الثمانية لمسابقة دوري الأبطال. تمشي كرة خط وسط الميدان، انطلاقا فويفودا ماذا سيفعل فويفودا؟ محمد فارس في نعم مسيرته مع أندرياس بيريرا، غطوا عليه تماما أندرياس بيريرا. سنوات عديدة بالنسبة للميلان، وكأنه يدارا وبيلوتي يدخل، بيلوتي في العمق، ولكن فارس في الاستلام يطلبها لاعب الحر. الحكم يعطي إشارة التنفيذ، تسدد هذه الكرة بعيدة، ولكن الكرة يتم تغطيتها بهذا الشكل مباشرة تخرج، والانتظار والكرة محصورة تماما في منتصف ركنية. نعم ركنية لفائدة نادي تورينو، نعم الثانية انت تعرف يا جان باولو، نعم تلعب من فيردي والراسية 15، وبالتالي هدف ربما سيفتح الابواب نحو يعمل الضغط اللازم، ثم تاتي المسانده من كوريا. رسالة موريتشي، وموريتشي خطيره وتسديده، جول أندرياس بيريرا يتوج هذه الجمله التكتيكيه الرائعه. أول هجمة منظمة لنادي لاتسيو، يتمكن أندرياس بيريرا من افتتاح باب التهديف يا سيمونيا إنزاغي على روعة الجول. روعة هذا الهدف، نعم سنتابع روعة هذا الهدف، نعم جمالية السلام عند فويفودا. بدأ يتحرك النادي لأن مسألة حصد النقاط مع بداية الموسم. الكرة خطيرة، هذه خطيرة، ممكن التعادل. لاتسيو يدرك الانتصار، مهم اليوم. الضغط الآن تلعب هذه الركنية والراسية، جول التعادل لتورو يا سادة يا كرام. بريمير يدرك هدف التعادل من ثالث ركنية تحضر، وبريمير البرازيلي يرد على برازيلي آخر، وأندرياس بيريرا. البرازيليون يتألقون، يتقدم بيلوتي في ركلة جزاء، نعم الحكم يصفر ركلة جزاء. ما هذا السيناريو الغريب، ما هذه الإثارة الحاضرة اليوم، يعني تنقلب الأمور العديدة لسيموني إنزاغي. تمشي كرة الأرضية الثالثة، يأخذ بعض الوقت، نعم بيلوتي يسجل، نعم الثاني للتورو، الثاني عن طريق بيلوتي من ركلة جزاء. إذا الأمور تتغير يعني في ظرف زمني قصير. فريق تورينو بيلعب ميلينكوفيتش سافيتش، كان عنده خيار التمرير محمد فارس، ترجع لميلينكوفيتش. تصوروا يعني 16 نقطة لاتسيو 7 نقاط. فويفودا يمشي بها للأمام، تعطيها بعد ذلك. أنت تتكلم عن 9 نقاط كفارق بين لاتسيو. ينبغي تمشي مرة أخرى لأتشيربي، يلعب لمحمد فارس، محمد فارس يحاول يمر، ولكن الكرة تخرج. ميلينكوفيتش يبحث عن موريتشي والتسديدة سافيتش، بينما هنا محمد فارس يلعب لسافيتش. ميلينكوفيتش سافيتش يمشي في رول محمد فارس، ماذا سيفعل فارس؟ يتريث لوكيتش، يرفع الكرة لوكيتش وفرصة، يلعب على الجهة اليمنى فويفودا من الخلف بالنسبه لفريق لاتسيو مع الثلاثي اتشيربي، باتريك اتشيربي يلعب كره هنا، يغير تماما ناحيه محمد فارس، يلعب
ميلينكوفيتش سافيتش في العمق. هذا ما يميز ميلينكوفيتش، هذا ما يميز ميلينكوفيتش سافيتش، التمريرات البينيه في العمق. وطبعا لو تتذكرون الهدف الوحيد لاتسيو كان بهذه الطريقه لما هيأ ميلينكوفيتش الى الجزاء. محمد فارس يرفع الكره على القائمه الثاني، باتريك قصف ورائعه من اندرياس بيريرا. محمد فارس لكن دون خطوره طبعا باستثناء كره الهدف. وكل منتصف الميدان لعناصر تورينو بهدفين مقابل هدف واحد رغم ان الافضليه للاتسيو عن طريق نعم وضعيتي على مستوى جواز السفر، لان نعم على الهدف اكبرو بالاستلام اكبرو العرضيه الاشاره هوتو سافيتش سافيتش يسدد والهدف. نعم جول ميلينكوفيتش سافيتش يسجل هدف روعه، هدف التعادل في مثالي من ضربة حرة مباشرة يفعل ميلينكوفيتش سافيتش بالتخصص. نعم وسط الميدان استلام من كوريا يرجع بها للخلف المدرب سيموني العرضية وبيلوتيو غلطة في وسط الميدان، انطلق بيلوتي وحضر بريمير يدخل بريمير يراوغ بريمير العرضية بريمير كرة في وسط الميدان اتشيربي في الاستلام مع محمد فارس بريمير يخرج انطلاقة من بيلوتي خطيرة جول. أكثر من ذلك يعني كان ممكن يخسر. كرة فيردي تصطدم بالقائم هنا انطلاقة والعرضية للقائمة الثاني كل ثقل وعناصر نادي لاتسيو من أجل هدفك على الجهة اليسرى. العرضية اتجاه كرة تماما محمد فارس يحصل هذه الكرة محمد فارس عنده فيردي خطيرة كبرو في وضع التسديد وكبرو تشيربي وعنده محمد فارس وفارس والكروس يا فارس الكروس يا فاني ابراهيموفيتش وبالتالي 16 نقطة يمشي لمحمد فارس عنده اتشيربي فارس فضلتين مهمتين امام بارما بل هناك على الجهه اليسرى ماذا سيفعل فارس اللي يراوغ فارس اللي يمر فارس والاقرب للثالث لاتسيو والاقرب للثالث ليس هناك خطا سينغو يمشي ليفواري مرر كره يتقدم الان 3-1 اليوفي 3-1 لو اصطدمت بالقائم. عدا ذلك الخطوره تغيب تماما. عسيو الان لا زالوا يمارسون ضغطهم ولكن ضغط من دور 11 نقطه. الفوارق بدات تتسع. خطا لوكيتشو ماذا حصل في دفاعات لاتسيو؟ ماذا حصل في دفاعات النسور؟ قدم إيموبيلي والتعادل. نعم التعادل لفائدة لاتسيو عن طريق الهداف والبديل تشيرو إيموبيلي في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. خطيرة إمكانية من كايسيدو وفرصة لاتسيو يسجل الهدف الرابع. إثارة كبيرة في الوقت البدني الضايع. الريمونتادا العاصمية الريمونتادا لرفقاء تشيرو إيموبيلي. لاتسيو يقلب الطاولة على الدورو. لاتسيو يقضي على الدورو بالهدف الرابع كايسيدو بعد